اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي اللي منوريني ومشرفيني دايما من كل مكان، أهلا بكم في قناة يوميات أم صلاح. النهاردة بإذن الله كده هنعمل معاكم كيكة الشاي الهشة كده، طرية جدا، حاجة كده جميلة. شايفين لونها عامل ازاي؟ بمقادير سهلة واكترها موجودة في البيت. حاجة كده جميلة وما بتاخدش وقت، يعني هي خدت نص ساعة في الفرن بس. درجة الحرارة كانت على 180. طبعا سخنت الفرن الاول قبل ما احطها كده في الفرن. لازم تسخين الفرن. والصينية كانت مقاس 30، اكبر صينية في الصواني. عايزه اقول لكم ان الكيكه ديت عاملاها هتروح صباحيه عروسه وكده. فلو عجبكم بقى الفيديو والطريقه كده، يا ريت يعني لاول مره تدخل القناه يا ريت تفعل الجرس وتشترك لي طبعا في القناه وتفعل الجرس علشان يوصل لكم كل اشعار بكل الفيديوهات اللي انا بعملها وبنزلها على اليوتيوب. نخش بقى على الطريقه كده ونصلي على النبي كده ونخش مع بعض ونقول هنعمل ايه. نقول بسم الله كده ونبدأ مع بعض. وقبل ما نبدأ يا حبايبي يا ريت يعني تفعلوا لي الجرس وتحطوا لنا لايك حلو منكم كده عشان تشجعوني اعمل لكم كل يوم وصفة حلوة، وصفة جديدة ان شاء الله. اول حاجة بقى معانا يا جماعة، معانا يا حبايبي 6 بيضات. 6 بيضات معانا. 5 كوبايات ونص دقيق بالكوباية ديت. كوباية ديت. كوباية لبن و2 زبادي. معايا كوباية ونص زيت اهو. ومعايا كوبايتين ونص سكر. ومعانا 2 بيكنج باودر اهو. 1 كيك شيف 1 بيكنج باودر، لو الاتنين كيك شيف ماشي ولو الاتنين باودر ماشي. ومعانا 4 باكت فانيلي. نقول المقادير تاني مع بعض عشان تبقوا عارفين. معايا 5 كوبايات ونص دقيق. معايا 2 سكر ونص، كوبايتين ونص سكر. معايا 6 بيضات بحرارة الغرفة. وكوباية لبن وكوبايتين زبادي. ومعايا كوباية ونص زيت نباتي. معايا 2 باكت بيكنج باودر. ومعايا 4 باكت فانيليا. نقول بسم الله كده ونسمي الله ونصلي على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول أول حاجة هنعملها مع بعض كده يا حبايب قلبي. أول حاجة هنا هضرب المكونات السايلة كلها مع بعض. أول حاجة نحط البيض. طبعا حطيت البيض يبقى لازم بعديه الفانيليا على طول. هنزل بالباكوين الفانيليا كده. باكوين الفانيليا التانيين اهو كده. هنزل بكوباية الحليب بسم الله. هنزل بالزيت، كوبايتين ونص زيت. هنا بقى هنزل بكوبايتين الزبادي كلهم كده بسم الله. عايزه اقول لكم ان الكيكه ديت هحطها في صينيه مقاس 30، اكبر صينيه في الصواني. هما بيبقوا 3، اكبر واحده فيهم 3 بيبقوا تحت من بعض كده. انا هعمل في الكبيره وهيتبقى برضو شويه كيكه كده هحطهم. هعملهم كب كيك للاولاد كده برضو عشان يبقى شكله حلو كده وياكلوه. وادي السكر بتاعنا، كوبايتين ونص سكر بسم الله. هضرب كل المكونات دي كلها في الخلاط وارجع لكم تاني. خلاص احنا هنا ضربنا المواد السايله كلها زي ما انتم شايفين كده اهو. هنزل بقى في البوله كده وهبدا بقى انزل بالدقيق بتاعي. طبعا الدقيق دوت انا نخلاه مره او مرتين علشان الهواء يدخل فيه. هنزل بس البودر بتاعي او الكيك شيف بالكيسين اهو. هاخد بس نص الكيس ده كده
علشان في اضافه تانية هضيفها لكم، ودوت هيبقى السر بتاعنا، هقول لكم عليه دلوقتي، اللي بيخلي الكيكه ما تهبطش منك في الفرن وبتطلع لونها حلو قوي في الصينيه وكده. هبدا بقى طبعا انا اقلب كده الدقيق كده بالبيكنج باودر كده اهو. هبدا انزل واحده واحده كده، بسم الله اهو، بسم الله بسم الله اهو اهو، واحده واحده كده، بسم الله. بسم الله. كل ما الدقيق كده اخفيه انزل بشويه كمان. طبعا اشتغل في اتجاه واحد كده علشان الهواء يدخل كده الكيكه وتطلع معانا اسفنجيه وهشه وحلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالباقي بقى، بسم الله، من غير مضرب ولا اي حاجه، عشان الناس اللي ما عندهاش مضرب وبيصعبوا على نفسهم ان هم يعملوا الكيكه اهو. بسم الله، طلع معانا حلو قوي. هخلص كده وارجع لكم تاني عشان اوريكم شكلها في الاخر. زي ما انتم شايفين كده، شايفين القوام بتاعها اهي. ده القوام المظبوط بتاع الكيكه اللي هناكلها بقى واحنا بنشرب كوبايه الشاي الصبح كده، او كوبايه الحليب، حاجه كده جميله. ومعانا بقى سر هقول لكم عليه دلوقتي. السر بتاعنا هو معلقتين خل بنحطهم على الكيكه بتاعتنا، عمرها ما هتهبط مننا في الفرن، وهيبقى القلب بتاعها ابيض كده ما يغمقش معانا. ده السر بتاعنا، لازم في كل وصفه بتاعتنا لازم سر كده. شايفين القوام بتاعها اهي، قوامها جميل جدا. هبدا بقى ايه ادهن الصينيه بتاعتي. هدهنها سمنه كده، هي مقاس 30، هدهنها سمنه كده واغلفها بالدقيق وارجع لكم تاني. هنا بقى خلاص هنزل بقى كده بالكيكه بتاعتي في الصينيه، بسم الله. شايفين القوام بتاعها حلو قوي ازاي اهي. انا هنزل بقى كلها. انا كنت فاكره ان هي هتطلع كتير على الصينيه اهي، ما هيش كتير على الصينيه. كنت هاخد منها واعمل في الكب كيك، بس هي هتبقى حلوه. عايزين نقيس حتى يعني عشان تعرفي هي حلوه على الصينيه ولا لا. اما تحطي صبعك كده تلاقي جاي على العقله بتاعتها، العقله بتاعت الصوبع. زي ما انتم شايفين كده خلاص. هدخلها بقى الفرن واوريكم الجمال كله لما تطلع من الفرن. خليكم معايا يا جماعه، ما تروحوش بعيد، وما تنسوش تحطوا لنا لايك وتفعلوا لنا الجرس وتعملوا لنا اشتراك للي اول مره تدخل القناه. رجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، وطلعنا الكيكه من الفرن زي ما انتم شايفين لونها جميل جدا ازاي اهي، حاجه كده جميله. بس انا مش هقدر اقطع منها بقى واطلع لكم واوريكم القعر بتاعها، علشان الكيكه ديت رايحه صباحيه عروسه. انا كنت عاملاها يعني وكده عشان حبايبي ياخدوها كده صباحيه عروسه كده، يعني كادو مني كده. زي ما انتم شايفين اهو، حاجه جميله والله العظيم. وماليه الصينيه مقاس 30، ماليه الصينيه. عايزه اقول لكم طالعه لغايه هنا كده اخر الصينيه كده اهي اهي، جميله ولونها حلو قوي، ريحتها جميله. لو عجبتكم بقى الطريقه بتاعتنا، يا ريت يعني ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعلوا لنا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتحطوا لنا لايك يا حبايب قلبي وانتوا بتشاهدوا الفيديو للاخر كده. واشوفكم على خير، مع الف سلامه.